الى حدود الان يعني الكلام ديالو باقي ما شوف لا باقي في كاين دابا اجتماع ديال اللجنه العليا المشتركه ما بين المغرب كتكون منتظمه، هذيك كتكون منتظمه عادي. في هذه الظرفيه كتاكد بان العلاقات هي كبيره وقويه، ولكن شكون اللي اختار هذا الوضع؟ ما بعد المقابله تعتبر هزيمه لهم. غنقول لك شوف، انا نقول لك واحد المسألة. لان رئيس الحكومه العزيز أخنوش والاتصال ثم الحفاظ على البرمجه ديال اللقاء 26 27 هذا يعني بان الامور طبيعيه. شوف الامور احنا مشات ضد التمني ديال حتى الرئيس ديالهم في الكلمه ديالو في هذاك الحفل اللي داروا شكر جلاله الملك وشكر المغرب على التنظيم ديالو الرائع لكاس افريقيا للامم. شوف الخطوره هي الاختراق اللي وقع الصحافه اعلام، راه اختراق الاعلام الفرنسي البعض منه صحيح واعلام في افريقيا الغربيه. لا احنا هنا الناس ما ياخذوهاش بانه راه مشكل مع دول ويمشيو في هذه القضيه كتكمل على الجزائر. لا، هذا مشكل. احنا في قطر كاين اعلاميين جزائريين مروا راجل خدامين ضدنا ليل ونهار غير في داكشي ديال الصفحات ديالهم كيحرضوا مع الدكتور اللي متفق معاه فيه وتسخير بعض وسائل الاعلام مثلا في فرنسا وفي بعض الدول الافريقيه باش تهاجم المغرب. هما داروا هذا المخطط قبل لانه شوف كانت متوقعه مخطط، لان انت غدير لاكوب عارفين بانه المغرب متطور، ما عارفيناش الجزائريين، عارفه النظام العسكري عنده المعلومات بان المغرب متطور، خاص هذيك الصوره ما تبانش، وهذا اللي خطير دابا. هذا راه كيتسمى عدوان، هذا ملي كنصنفوه كيتسمى عدوان في هذا الجانب. هذا هنا رجع لهذه القضيه. البارح تقرير اسرائيلي، واخا الناس غيقول لك انا التقارير كلها ديال العالم كله نقراوها، قال واحد الجمله صحيحه، قال لك اودي المغرب ارتكب واحد الخطا لما حول واحد الظاهره مجهوله، واحد التظاهره مجهوله الى العالميه. شنو هي؟ كاس افريقيا. اسمع هذه الجمله هذه، قال لك لان كاس افريقيا بيناتنا حنا دابا حنا درنا مونديال افريقي هذا اللي كاين هنا. حتى كاس افريقيا غتشوفوا في التجارب الاخرى اللي دازت جوج تيرانات وبزز، كتلقى تيران فيهم اللي مزيان، لوطيلات مشكل، كتلقى ثلاثه الفراقي نازلين في نفس لوطيل. كلود لوروا هذا ديال اللي كان كيتريني في السينما كان المدرب قال لك في مصر عطاونا 100 متر فين ندربوا. 100 متر واش غدير فيها السي فؤاد؟ وما كاينش اللي يهضر، ما كاينش اللي يتكلم، وما كاينش وساكتين. هادو داروا حمله، ولكن كاينه مسؤوليه ديال الاعلام ديالنا. باش نكونوا واضحين، حنا الاعلام ديالنا كنهضر ماشي كنهضر على المواقع، كنهضر على اعلام رسمي ديالنا، كاينه مسؤوليه ديالو، لان كاينه شي حاجه اللي كتسمى حرب المواقع. هما ملي كانوا كيناقشوا في البلاطوات على هذا الشيء هذا وبداو من الاول كيرتبوا لهذا الشيء هذا، كان حنا خصنا نردوا، ماشي نبقى نتسنى انا كيما ماشي غنتسنى واحد في الجمهور نقول لي كي جاك المغرب. واش حنا كيفاش كي جاك المغرب؟ حتى حنا راه عندنا الثقه في راسنا، راه قوه اقليميه حنايا كبيره. ولهذا انا واحد المقوله كتقال ان المغرب كان ضحيه ديال النجاحات ديالو. ملي كتولي قوه وتنظم بهذا الشكل هذا، دخلتي فين دخلتي لواحد المجال ديال القوى الكبيره. لان راه الصحف البريطانيه كتقول لك المغرب نظم مونديال ومؤهل اليوم يدير مونديال. نشوفوا هاد الحوايج، خلي الكاس مشى، هاد المسائل الكاس مشى، هذه امور ممكن نهضروا عليها. واخا يقول لك البعض لا انتم تهضروا في كره القدم، حنا نهضروا في كره القدم. راه انت تفرجتي ولا تفرجت اي لاكوب حاجه، هذيك المقابله حاجه، اللعب كنهضر هنا الكاس، ولكن راه كاس افريقيا راه فيه بزاف ديال الحوايج. كاس افريقيا راه فيها شنو الصوره اللي سوق المغرب، كيفاش شافوا العالم، شحال تردد الاسم ديال المغرب من مره. صحيح. شوف دابا شحال راه خصنا احصائيات، شحال مثلا راه في لاكوب دي موند ملي كان المغرب كان تردد المغرب الاسم ديالو ملايير المرات. دابا نفس العمليه، شحال من مره تردد الاسم ديال المغرب عالميا في هاد لاكوب هذه، شحال ديال التصور تنقلوا للعالم اللي داروا دي روبورتاج. راه هذه المكتسبات، شحال المبالغ اللي دخلات الكاف مثلا هنا. راه انت هضرتي على هذه الجوانب هذه، بمعنى هنا داخلين الحجم ديال احسن دوره دخلوا 11 مليون ديال الاورو عدد المستشارين، ودابا ازيد من 60 مليون دابا كنهضروا على الاستثمار. لان الناس راه خصهم ينتبهوا لواحد القضيه. حنا دابا راه من وراء كاس افريقيا راه صوره اخرى، راه مغرب اخر من وراء كاس افريقيا راه صوره اخرى. ودابا حنا كنستعدوا لكاس العالم 2030، ولكن راه كاين المخاطر كتزاد طبيعي، وكاين تظاهرات اخرى تجي من قبل منها، بحال مثلا كاس العالم للانديه في 2029. طبيعي المخاطر. واش هذا اللي بلاتي اللي كيجي يقول لك هذاك ديال مصر كيقول لك
الناموس. واش كاين شي ناموس ما تشتا دابا؟ كاين شي ناموس؟ فين الناموس؟ لا دوك ردوا عليه هما في مصر ردوا عليه المصريين ردوا عليه غادي يردوا المصريين ردوا لا عليه. بلاتي ما صاب ما يقول واش كاين شي ناموس ما تشتا كيقول لك الناموس وانت جيتي هذاك قلب على المبررات واعيه هذاك اللي الوقت اللي خسر كان نازل فيه في اكادير ما يحلمش ينزل به. وتا في ومن طنجة بعد كيمشي لطنجة حتى طنجة راه كطلع على اسبانيا. فندق رائع فندق رائع اذا هما هنا دكتور. ملي كيدخل كيمشي في المغرب راه كيبان ليه هذه العقده غتشكل عنده. راه طبيعي خصهم يفهموا تما الناس. تاخذوه بشده تما. لا دابا الناس حنا بغيتش انا الناس يبقاو يشوفوا على الكاس. لا مشات الكاس حنا رياضيين الكاس ضاعت الكاس ضاعت لي المهم مشاكل تقنيه صغيره في المقابله باش نكونوا واضحين غير كنرجعوا لها في التحليل. هذوك السنغاليين انتبهوا لواحد القضيه المنتخب ديالهم انتبه لوسط التيران جاو خداو وسط التيران شدوا وسط التيران في الماتش صافي. ما قضيه ديال واش كان انتباه ديال المدرب التكتيك ديالو هذه امور اخرى. البيلانتي كيفاش ضاع هذا الشيء حاجه خليوها. ولكن نشوفوا المغرب كيفاش تروج نشوفوا المغرب كيفاش نظم شوفوا الدخول للملعب مكاسب كبيره شوف طبيعه الجمهور بعدا ياك الجمهور ديال السنغال منوض الحقيقه حنا شناه. شوف الجمهور المغربي بعدا راه تبدل حتى الجمهور المغربي تبدل في الشكل ديالو والخروج بهدوء ياك ما ديناش لاكوب. وحتى المقاربه الامنيه حتى المقاربه الامنيه في التعامل مع هذيك احداث الشغب كيفاش كانت. خرجوا الناس ياك ما مشى خرجوا الناس من الملعب بطريقه هادئه. خرجوا كل شيء خارج بروح رياضيه تقبلوا الامر بصدر كل شيء بقى فيه الحاله ديك الفوضى اللي دارت. وبالمناسبه الفوضى هذيك كان مخطط لها هذاك الجمهور السنغالي لان ملي بدا المدرب ديال السنغال كيهضر بهذيك الطريقه عرف راه كاينه المؤامره. عرفتي اش دار السنغال؟ هذاك الجمهور نفذ الخطه ديال الجزائر نفذوا الخطه اللي كانت غدير في مراكش نفذوها تما لان ذاك الجمهور راه واحد الحاله ديال الهيجان ماشي عاديه. شكون اللي كان وسط منهم؟ اكثر منهم وسطهم الجزائريين. وهذه واضحه هاد المساله هذه. لهذا انا مع واحد الطرح ديال القانون هذاك الشيء اللي دار المدرب. ولكن انا نقطه هنا اللي يمكن انكم تتفقوا ولا تختلفوا معايا فيها. احنا كنا متهمين كيقول لك رشيتوا الحكام شريتوا الكاف القجع داير هذا الشيء كله قالوه تما. انا في نظري ملي خرج المنتخب ديال السنغال من تيران سالينا نضغط على الاربيط نقول له صافي الماتش سالا وندي لاكوب وخليهم يغوتوا حتى الصباح. ما كانش خصنا نجيبوهم نعاودوا ندخلوهم للتيران. هذه كان خصها دار بهذه الطريقه. خرجتي من الملعب سالينا في كره القدم راك تعرفها خرجتي انسحبتي بهذيك الطريقه هو بيلانتي. لا هما كانوا اذكياء ما خرجوش كلهم. لا ولو واحد جوج ولا ثلاثه في ارضيه الملعب ما خرجوش كلهم. ولو المدرب كانوا اذكياء. هذاك السيناريو كان ملي كيدخل المدرب للتيران خرق القانون. هذيك توقفات المباراه صافي سالينا لان الحكم انت كتعرف كره القدم. لا شوف فؤاد شوف كان توقف اللقاء كان تهديد. شوف شبه انسحاب توقف اللقاء السي عبد اللطيف. تصنت لي اللقاء توقف. علاش توقف اللقاء؟ واش حنا كنحسبوا ملي كنشدوا الكونديكتور علاش توقف اللقاء؟ احتجوا على ضربه الجزاء. بلاتي ضربه جزاء حقيقيه عندك حق انك تحتج. وما احتجوا ماشي انت نقول شحال المده ديال الانسحاب ديالهم 12 دقيقه. بلاتي اسمح لي في كره القدم معروفه هذه القضيه. انسحبتي جا المدرب كيخرج. راه الحكم اللي ما دارش خدمته. الحكم اللي ما دارش خدمته. كان خصنا نمشيو عند الحكم قول لي الحكم ما طبقش القانون. نمشي للبيلانتي نمشي ما كاينش. حنا كنرجعوا فيه المصح. سمعت خطا كان وقف هذا الشيء راه كيدار في الحكام كيردوا نمشي للبيلانتي ونبقى واقف تما وفي الاخر كنقول ليه سيف لي كيسيف لي الفينال دينا لاكوب خليهم يغوتوا. اش غيقول لك صافي شنو هذاك الجمهور كاين الامن باش يحبس. دكتور هذه تظاهرات تنظمها الاتحاد الافريقي لكره القدم ماشي المغرب اللي مسؤول على الجانب التنظيمي. الكاف هي المسؤوله على الجانب التنظيمي. الحكم والمندوب ديال المباراه اخطاوا في حق المنتخب المغربي في هذيك اللحظه ما طبقوش القانون. لان الاحتجاجات خرجات على الحدود ديالها كان مبالغ فيها كثيرا فيها استفزاز كبير المنتخب المغربي وفيها واحد النوعيه باش يخرجوا اللاعبين المغاربه يخرجوهم من التركيز فهمتي ويحققوا الهدف ديالهم. هادشي راه كما قلت بدا من طنجه. راه كتولي اثبات قدام الكاف تحريض. راه عندهم الادله عندهم الحجج. شكون اللي عطى الجمهور شكون اللي عطاه هذاك الامر باش يدير هذيك المساله؟ هادشي راه كله دار في التيران. هذه حجج مازال خصها دار لانه حنا مشات لاكوب نجحنا في التنظيم نجحنا عالميا. هذه صوره مشات لاكوب. غتكون قرارات اصدرت قرارات في حق المنتخب الجزائري بعد الاحداث اللي كانت في مراكش. راه الكاف صدر عقوبات راه كاينه. ايوا دكتور الا سمحتي لي سي فؤاد انا اللي بغيت نطرح فيه سؤال على الدكتور هو ان الرياضه
كانت دائما عبر التاريخ هي وسيله من اجل تحقيق التقارب ما بين الشعوب. وان الرياضه وسيله، حتى كاينه تجارب بعض الدول كانت في خلافات سياسيه كبيره وشبات بيناتها حروب، في الرياضه هي التي اصلحت ذات البين. دابا الخطير في الامر هو ان المغرب اليوم هو غادي في هذا البناء ديالو الاقتصادي والعمراني وهذا التقدم في هذا الازدهار، والمغرب اليوم كينظم واحد كاس افريقيا غتبقى للتاريخ، رفع السقف عاليا، شرف افريقيا برمتها. الان السؤال اللي كيطرح دكتور هو لماذا اليوم النظام الجزائري يريد ان يستغل، لان الورقه اللي بقات قدامه هي الورقه الرياضيه، هي اللي بقات قدامه. فشل سياسيا، فشل اقتصاديا، فشل مجموعه من العمليات، مجموعه من السيناريوهات، مجموعه من المخططات فشل فيها. بقات الورقه الرياضيه بغى يستغلها من اجل تحقيق ما فشل فيه في على مستويات اخرى. واش كيبان لك بانه اليوم هذه الورقه هي اخر ما تبقى لهذا النظام الجزائري؟ شوف غنعطيك واحد 3 الحوايج في الوقت اللي حنا كمغاربه كنراهنوا على الرياضه من اجل تحقيق هذا التقارب. انا نجيك من عند النظام العسكري، هو التقط واحد 3 الحوايج. هذا النظام العسكري اللي حدانا التقط ان المجتمع الجزائري جاهز نفسيا هنا باش انه يتمثل هذه القضيه ديال المغرب كعدو، راه جاهز لها، ما كاينش عنده. النقطه الثانيه انه الكراهيه بالنسبه ليه اكثر من ماشي مشروع اقتصادي، ما عنده ما يدير بالاقتصاد، هو الكراهيه. عنده مساله الاخرى انه الخوف الخارجي كيبرر القمع الداخلي. 3 ديال الحوايج كيخدموا عليهم هما. لقاو المجتمع مهيئ. علاش جاو دوك الجزائريين بهذاك الشكل؟ واش انت كتبان لك ظاهره عاديه؟ هما الوحيدين اللي هازين داك الضرب وعندهم يدوروا في القهاوي ويدوروا في باب الحد ويدوروا بهذيك. واش ظاهره عاديه؟ خارجين كيغوتوا عمي تبون. واش كتبان ظاهره عاديه بوحدكم نتوما في العالم؟ بوحدكم ما عمرها وقعت هذا الشيء منتخب. اي متفقين. كره القدم ديال الحضاره، راه واحد الوقت كانت الاتحاد السوفيتي وامريكان خلط ما دايش، ولكن كيلعبوا في الالعاب الاولمبيه ولا غيرها. كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه. كوريا الجنوبيه نظمت المونديال. واش سمعتي شي كوريا الشماليه دارت شي مخطط ديال انها تخرب هذاك المونديال نهائيا؟ بالعكس، الكوريين ديال كوريا الشماليه بقاو كيتفرجوا لكينا. راه ما عمرها وقعت هذه المساله اللي جوج ضدها اللي هما اليابان وكوريا الجنوبيه، باش الناس يعرفوا الخطوره ديال هذا النظام اللي حدانا. وهذه راه كانت هذه المساله كانت متوقعه، ما يخلوكش ديرها. وانت دابا غادي للمونديال ما عرفناش غيوقع من لقدام. راه انا نقول واحد المساله، كاس افريقيا بهذه الصوره اللي دار المغرب وغيرهم خلاتهم كيفكروا دابا شويه، لان كانوا حاطين السيناريوهات ديال الحرب غير الخطه. لا، كاين حاطين السيناريوهات ديال الحرب ديما جاهزين ليه. هما كيقول لك حنا نتحاربوا مع المغرب. راه الناس ما فهموش مزيان نهار اللي جا وزير الخارجيه ديالهم، نهار اللي اعلن على قطع العلاقات الدبلوماسيه. شنو قال؟ شنو الجمله اللي كان كيقول؟ راه واحد الصيغه كان كيقولها. لا شديتي ذاك الخطاب ديالو قريتيه، خطاب ديال قطع العلاقات العمامره، خطاب ديال قطع العلاقات، راه كيقول لك حنا تبعناكم هذه هذيك الساعه واحد 45 عام ولا 46 عام وحنا تابعينكم. انتم تقدمتوا، بنيتوا دوله، وليتوا قوه، احنا ما درنا والو، اذا غنضربوا معكم باش نرجعوا بحال بحال. هذه هي الصيغه ديال هذه القضيه، هذه فهمها مزيان بحال هكا. هما دابا باغيين ان يوصلوا لهذه المساله، ما عندهمش خيار. راه كنقولوا دائما غتبقى لهم ورقه واحده. خلي عباد الله اللي كيقول لك لا وانتم الفتنه وكذا، هذوك راه هذا هو التفكير ديالهم. يقلبوا على اي حاجه يقلبوا عليها. ملي كيخرج البعض يقول لك واش كتعرف هذيك الحديث ديال التبول في الملعب؟ ترى ماشي عادي هذيك التبول، ماشي دار عادي. هذاك مؤثر عندهم. وخرجوا دوك اللي سميتهم شي وحدين معارضين كيدافعوا عليه تما، كيقول لا شاب، لا ديك خطه كان غيوثق داك الشيء، ملي غيمشي ليه غيولي كيضحك بها تما. هذاك راه رد فعل على داك الشيء اللي لقاه، الشكل ديال الملعب المغرب كيفاش لقاه، هذاك الشكل هذاك رد فعل ديالهم بهذا. ولكن استاذ حنا كيفاش خصنا نتعاملوا مع الحملات المغرضه اللي عندنا في وسائل الاعلام ديالهم؟ الحملات المغرضه، هذا هو السؤال. لا سؤال حنا لان الحملات ديالهم مضحكه. راه خلى واحد قال لك الا جمعنا داك الشيء ودرنا في هذا السكيتش في هذا السيتكومات في رمضان، غادي المغاربه كلهم يبداو يضحكوا عليهم، العالم كله كيضحك عليهم الان. انا نكمل معك في السؤال دكتور. تفضل. الا كنا كنرجحوا عين العقل والصبر
والتمتع بواحد الصفات مهمه جدا باش نظهروا امام العالم كمحترمين. هي ظهرات في هذه النسخه ديال كاس افريقيا على المستوى الامني. على المستوى الامني لو كان عندنا احنا طروحات فيها الخبث كما يقع عندهم ولا عند غيرهم، كتعرف بان كانت اعتداءات على العناصر ديالنا قاصرين في واحد النزال داخل الجزائر، اعتدوا جسديا على وليداتنا اللعابه ديالهم سو كيف هما اجوا الى الوضع المنتخب المغربي الفتيان. بلاتي واش الامن ديالنا في النظر ديالك لو ان الانسحاب، انا اكرر بانه كان انسحاب في التقرير ديال الحكم وديال مندوب المقابله، راه انسحاب ما عندوش شي حاجه اخرى، لان المقابله توقفت ودخلوا لمستودع الملابس. واش لو كان عندنا احنا شي مكر ولا عندنا شي خبث، واش الامن ديالنا عاجز على انه يصنع سيناريو ديال فيلم سينمائي وانهم يبقاو في الفيستير الله لا خرجوا ويخرجوا ماشي بايادي امنيه، نديروا التليكوموند ديالنا وبالذكاء ديالنا ماشي اصطناعي بخطط امنيه سيناريو حقيقي والله لا قدروا يخرجوا. واخا تكون تقول لي لاكاف مهيئه ارضيه مرتبطه بواحد الشراكه والتنسيق حول التنظيم. الامن المغربي حطينا في الواجهه الاولى امن بالزي المدني، وكاين امن بالزي الرسمي عنده الحق ديال التدخل في الوقت اللي كيتدخل وفق شروط ديال دفتر التحملات ديال التنظيم. كنا نخليهم تما، والسينما اللي باغيين يديروه هما ديال ضربني وبكاو سبقني وشكا نخدموا عليهم حنا وبقاو تما تدوز 30 دقيقه الله لا خرجوا. لا اتفق معك لا اتفق معك لا اتفق معك. ماشي ما تتفقش معايا، غنقول لك علاش. انا ما صورة المغرب واش انا كنقول صورة المغرب راه كاين رئيس الفيفا العالم كله كدير. واش انا كنقول لك هادشي هو اللي كان خصو يدار. انا كنقول لك لو كنا بالخط ديال الاخرين احنا التربيه ديالنا ماشي ديالنا. اسمح لي انت كتقول هاد الهضره راه انا ارسخ ولا كنتربيه بوقائع. انت خليتي الله يهديك بلاتي الله يهديك. كنقول لك لو كنا احنا عندنا الخبز غادي نديروا هادشي اللي كيديروا. ما يمكنش يدار، ما يمكنش يدار. السي فؤاد واحد القضيه، واذا ما دارش اذا نستحق بان هذا الامن. المغرب راه كبير فؤاد، المغرب راه كبير، المغرب ما كيشوفش هنا المغرب. دابا حنا المغرب عنده تظاهره كبيره ويجي في الاخر ويخلي واحد من المغاربه اللي راه كاين مخطط، راه كاين مخطط. اسمح لي سي فؤاد، اسمح لي انا الدكتور نعطي واحد المعطى. اسمع انا الدكتور نعطي واحد المعطى. ايتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكره القدم خرج في حوار هذا يومين 3 ايام في قناه رياضيه فرنسيه معروفه ديال ليكيب، دوا على ما جرى في الفينال، اشاد بالمغرب وبالتنظيم وبكل شيء. وبماذا اعترف؟ قال لك في المباراه ديال المغرب ضد الكاميرون واحد من الناس اللي معاه قراب منه قال لي خصنا نسحبوا، راه المخطط ديال الانسحاب راه كان في الماتش ديال المغرب ضد الكاميرون. قال وايطو قال لي ما انا رفضت، قلت له ما يمكنش. قال لي الاخطاء هو اش قال لك الحكام يخطئون، بشر ديما كرة القدم فيها اخطاء تحكيميه، فين ما مشيتي في كاس العالم فين ما مشيتي كتكون اخطاء. في 2018 في كيدير هذاك الرئيس بلاتي انا شوف كنعبر على وجهه النظر ديالي وتحمل المسؤوليه ديالي فيها. بلاتي في 2018 واحد صنت لي وجهه نظر، ماشي في وجهه نظر. احنا راه فيلم، شوف فيلم هندي ولا سينمائي كنتي تتفرج فيه 2018 السيف اش وقع علينا في روسيا، اش وقع علينا الفكره الله يرضي عليك الا طاح له السيف ديالو ودابا تعبر على وجهه النظر ديالك، خليني نعبر على وجهه النظر ديالي السي فؤاد تصنت لي الله يرضي عليك. الله يرضي عليك. في 2018 الدكتور سليمي تبعتي كاس العالم في 2018 المباراه ديالنا ضد اسبانيا، واش ظلمنا الحكم ولا ما ظلمناش؟ راه خسرنا ظلم تحكيمي فاضح. هذا راه ظلم داخل الملعب هذاك مع ناس حضاريين. راه 88 وقع نفس الشيء. تخليونا نعلقوا. تفضل. اول ملاحظه في الكأس الكؤوس الافريقيه اللي دازت شنو كيديروا في التيرانات الفراقي الاخرين باش تعرف بان المغرب متقدم جدا. ترى كيعمر التيران كيقدر يجيب العسكر تما بحال كون كان الفينال في الجزائر. شكون غيجيبوا؟ ما يخليوش الجمهور عادي، غيجيب لك عسكر يعمر لك بيه التيران تما، تولي لاعب بحال لاعب قدام بحال داير حرب. حنا شنا الجمهور ديالنا كيدير وشنا الامن ديالنا كيدير. الامن ديالنا محترف، والدليل انه حنا راه عندهم واحد التجربه كبيره. هذا هو اللي بغيت نقول تجربه كبيره راه في التنظيم، راه ماشي عاد تنظيم متطور جدا. الدليل انه هذا المخطط كامل ما وقعش اختراق نهائيا، ما وقعش اختراق.
نهائيا. راه شتي انت دخلتي للملعب كتشوف لي باساج ملي كدوز، كتشوف المراقبه كيديروا وما كتحسش بها، وجالس في الملعب ومطمئن. واش هادشي كيكون في كؤوس افريقيه اخرى؟ راه ما كانش كيكون. راه هذاك مثلا لو ما كانش امن محترف، راه الكره الجزائريه نهجموا في هذاك التيران ديال مراكش. راه هذاك التيران حتى هو فيه المسائل، راه حتى في الهندسه ديال الملعب راه كاينه الامور اللي هي امنيه. هذه راه كل العالم كيعرف باننا حنا قوه امنيه اقليميه. هذا الدليل جاو الامريكيين جاو كيشوفوا هما غينظموا، جاو كيديروا زياره وكيشوفوا التنظيم الامني كيدير، وحنا عارفين بانه كاين الخطر. وهذوك الجزائريين كلهم مخابرات، ورغم ذلك ما قدروش يديروا شي حاجه في المغرب. راه الامور كانت مرصوده طيله المده ديال التظاهره. غير هذه القضيه اللي تقال شنو كيديروا كاع في الدول الاوروبيه، شنو كيدير مثلا لو وقعت بحال هذه المساله بلايص اخرين ديال الجمهوريه النوضه هاوس، كيدور الكاميرات في قنت اخرى، ما كيخليش الكاميرا تشوف تما، كيقلبوا صباط معاهم. راه هادشي اللي كيدار. لو دارت في اسبانيا ولا غيرها باش نعرفوا حنايا بانه راه المستوى ديال التطور كبير. اش كيدير؟ الجمهور بدا يغوت تما وبغى يدخل التيران، كيحبسوهم بالامن وكيخدم معاهم الطريقه اللي معروفه وشنو، وكيولي الكاميرات كتشوف قنت اخرى، ما كتخليش يشوف داك الشيء تما. هذيك مسؤوليه ديال الكاف، حنا غنرجعوا لها. المسؤوليه ديال الكاف هي اللي كتحمل. حنا المغرب بلد منظم، هي اللي كتحمل مسؤوليه داك الشيء اللي دار لاربيس، هي المسؤوليه ديال الانسحاب ديال هذاك المدرب. خصوش يدخل الملعب بهذيك الطريقه. واش فوضى؟ داخل الملعب وكيخرج في اللعابه بهذيك الطريقه. خرجهم. اذا انسحاب سال الماتش. حنا كنهضروا على هذه القضيه ديال سال الماتش. وبالمناسبه رجعوا للنهايات ديال كاس افريقيا باش نكونوا منصفين. حتى المغرب ملي لعب مع تونس في 2004 ربما راه سمعتي اش تقال على الكولاسه خارج التيران وداخل التيران. صح الدوله صح. في كاع الملتقيات اللي دازوا ديما الدوله المنظمه كدير جميع الطرق باش دير لاكوب. حنا ما داروش هادشي، حنا ما درناش هادشي اللي بغيت نقول انا. ما دارش بمعنى خليتي الامور لانه انت عندك تظاهرات اخرى والعالم كيشوفك وانت الهدف. راه الهدف كان هو لاكوب، ما ديناش واحد المده، ولكن راه كاين هدف اخر اللي نجحنا فيه وهو هذا الترويج. هذا كل شيء الصحافه العالميه اللي منصفه كتقول لك المغرب مستعد من غدا يدير المونديال. كل شيء هذا ايجابي. هذا ربحناه كدوله. هذا الشيء علاش كنقول راه حنا من وراء هذا كاس افريقيا راه غتكون مخاطر اخرى اللي جايه، لانه كيبان لهم المغرب مشى عليهم بزاف على الافارقه، مشى عليهم بزاف. معنى غيبداو يشوفوا واحد النظره اخرى، وغتوقع فين ما تكون شي تظاهره غيجي شي واحد يبدا يقلب لك على هاد الحوايج. حنا قلتي لي واحد السؤال، اشنو خصنا نديروا. ما عرفتش واش غتفقوا معايا على هاد الطروحات، شنو خصو يدار بالضبط وسط من وراء هاد الشيء هذا. اولا مع الجزائر خصنا التوقف شويه على هذا الخطاب العاطفي ديالنا. حنا كنقولوا هاد الناس كيجي مغاربه راه باقيين كيقولوا لا خوتنا وكذا وهاد المسائل هذه. هذا التاريخ مشترك وغيره. وعندنا حنايا على مستوى الخطاب الرسمي ديالنا حنا راه جلاله الملك مرات متعدده. راه شتي كيفاش كيتعاملوا مع اليد الممدوده مرات متعدده، ويحثنا على ان لا نجرب. اللي ما عارفينش هما بانه حتى مؤخرا المغرب كينسق مع مصر، كينسقوا لان منطقه شمال افريقيا في خطر، وهما الجزائر بالضبط، لان كاين توقعات كيقول لك الجزائر تريب كل شيء غيزهف عليها من المنطقه ديال الساحل. ما عارفينش هذه القضيه، لان حنا راه ملي كيكون عندك واحد الجار غادي توقع عنده، لو وقعت عندهم هما الفوضى، لو وقعت الفوضى شكون اللي غادي يتحمل النتيجه ديال الفوضى عندهم هما؟ راه غيتكبوا علينا كاملين. هنا ما كاينش شي دوله كتبغي شي دوله اخرى انها تريب. كنقولوا في المغرب تكون واحد العمليه جراحيه اللي تخرج منها جزائر اخرى تكون حدانا. جزائر اخرى هما لا ما كيفكروش بهذه الطريقه. هما كيقول لك المغرب خصو يتجزأ، المغرب ما يبقاش كاع. كيقول لك المغرب خصو ما يبقاش كاع. المغرب اقوى. عندنا واحد القضيه اخرى، خصنا واحد القضيه اللي كنسميوها الردع الرمزي. نهضروا بهدوء بحال قلتي. حنا قوه، المعادله تغير. غيقول لك البعض نتوما كتهضروا حنا ما كنسبوهمش. حنا اش كنديروا تحليل. هاد البلاد ملي كنقولوا اودي مثال بسيط، انا كنهضر معاك انا ملي كنشوف عندهم داك المجلس ديال الوزاري، والمجلس الوزاري عندي انا ملي طلعت بون هو نفس القرار، نفس الامور كدور في بلاصتها. اشنو كنقول اودي راه ما كياخذوش قرارات. ملي كنقول غير الجبيلات راه واحد الطراكس تما، راه ماشي كنسبهم، راه فعلا ما كاين والو.
وهذه بالمناسبه راه عندنا جمهور، حنا من تما كيتبعنا، كاين جمهور اللي كيتبعنا من تما كيتسنى باش يعرف شنو واقع، لان ما كيعطيوهمش هما في الاعلام ديالهم، كيعطيوهم معطيات اخرى. اذا خاصنا حنا واحد اللغه اللي تكون كما قلنا، ثم قطع واحد المساله اللي كنسموها التغذيه النفسيه ليهم هما. مثلا ما يكونش جدال مباشر معهم هما، نساهم. راه كنا كنقولوا او ديروا لنا واحد القناه، قناه تلفزيونيه ما تهضرش، توريها المغرب فين وصل، موجهه لهم، لان كيشوفوا هما كل شيء، كيشوفوا المغرب كي داير. قناه ما تهضرش غير الانجازات ديال المغرب، غتخلق عندهم مشكل، لانه ولو هذا الشيء اللي وقع دابا، دوك الجزائري اللي جاو راه غيمشي في دماغه غيقول المغرب تقدم، واخا داك الهضره كلها ديال العداء غيبدا كيفكر كيقول هذا المغرب تقدم، ما عنده نفط، ما عنده غاز. راه واحد بالمناسبه اللي جا من سويسرا، وهذه قالها واحد ديالهم هما، كيقول لك عنده ولده زايد في سويسرا، جزائري زاد في سويسرا وما فايت منه ماشي للجزائر ولا ما ماشيش، مهم جا للمغرب عايش في سويسرا. شنو قال ملي سولوه؟ قال لهم المغرب راه في لو فيتور، في المستقبل مشى المغرب فاتهم، وهذه غتخلق لنا اعداء كثار. اذا حنا ما نبقاوش مركزين على الكاس، مشات الكاس غير نرجعوا نتناقشوا عليها. خل البعض كيقول لك اودي السي فؤاد راه شي تعليقات كيقول لك نتوما اش دخلكم في كره القدم وبغيتوا تناقشوا الماتش كيفاش تلعب وعلاش المغرب. لا حنا الماتش شوف، مشى الكاس غيجي كاس اخر ان شاء الله. لا هادشي اللي كاين، راه السنغال راه لعبت 4 النهايات عدات كاس. حنا الاساسي في هادشي كله هو بغينا نقولوا، واللي ما اختلفت انا والسي عبد اللطيف متوكل، هو ان كان حوايج مقدورنا حنا نديروهم، مقدورنا حنا نمارسوهم دفاعا على الحق ديالنا. ياك هما كيقولوا مبدا المعامله بالمثل، الا داروا عليهم شي وحدين من الدول ديال الخواجات غير فيزا كيقول لي مبدا المعامله بالمثل، يعني رغم ان لا توازن، رغم ان هذوك اللي جايين لعندهم ماشي هما اللي غادي يخرجوا من عندهم. واش حنا كون بغينا نديروا مبدا المعامله بالمثل حول الاساءه، حول الخبث، حول المكر، واش ما كناش عندنا قدره ان نصنعوا سيناريو باش دخلتوا الفيستير غتبقاو تم فين غتخرج؟ ولكن حنا حضاريين، حنا متمدنين، حنا كتهمنا السمعه، الامن ديالنا بقى راقي، بقى واقف وخلى لهم الحريه، بقاو تما 15 دقيقه عاد خرجوا، ماشي 12 دقيقه خرجوا. الحكم مع قاعه الفار كيقول بانه بغى يعلن على نهايه المقابله، هذاك شي تخربيق اخر غتشوفوا لاكاف. ولكن حنا متضررين، ولكن فزنا باننا حافظنا على الاخلاق ديالنا، وحافظنا على التربيه ديالنا، وحافظنا على المستوى دابا واش سمعتي في شي فيدراسيون كبيره عالميه ولا من الكاف سمعتي بانه شي حاجه غير ان التنظيم كان ناجح جدا؟ كلشي كيقولها، كلشي كيقول لك التنظيم راقي لدرجه كنقول لك انا البريطانيين الصحافه ديالهم شويه صعيبه، كتقول لك المغرب مستعد، هذا الشيء راه بدينا البطوله، المغرب مستعد يدير المونديال من غدا. الكم ديال هذيك الشتاء اللي طاحت، ورغم ذلك ما الامور بقات عاديه. دكتور غير الرئيس ديال بلاتي، الرئيس ديال الكاف كيتفرج في مقابله في اكادير وكينزل يتفرج في مقابله في الرباط، ساعه ونص ديال الفرق. المطارات، البنيه ديال المطارات والطريق، انت كتدخل الملعب كتدخل بهدوء وكتخرج بهدوء. الملعب فيه كل شيء، شتي الملاعب كلها فيها كل شيء، الملاعب كانت مجهزه، 9 ديال الملاعب. الجيل ديال الاتحاد الدولي ديال 2030 واحد من بالسيف هذاك المصري ما يتصدم. انت كديه من اكادير كان كيتبحر تما، كديه لطنجه، الجو ديال اوروبا حدا المتوسط قربي لاسبانيا، راه غتجي هاد المساله. خاص واحد النقطه قبل ما نمشيو، كاين شي واحد شكا بلاتي، كاين شي واحد شكا من قال لك ما كاينش ارضيه ديال الملعب فين اننا ندربوا. الجزائر شحال كانوا كيضربوا من الاوطيل بالمناسبه اللي كانت نازله فيه الجزائر، هذاك الاوطيل ما ديروش الجزائري الى يوم القيامه. حتى واحد ما يبغي يدير، كانوا كيدربوا في اكاديميه محمد السادس. لا الاوطيل بعدا الاوطيل هي حتى الملعب ديال التدريب ديالهم، الموضوع راه الاشاره ديالهم هي الاكاديميه محمد السادس. من هذاك الاوطيل عنده 7 دقائق كيوصل للملعب، ولا قل من 7 دقائق. انا الاوطيل كنعرفوا راه حدا الارقام ديال الجماهير الدكتور سليمي، الرقم ديال الجماهير ما طاحش تحت 63,000، يعني اخر رقم هو 66,000. واش عرفتي بان الملعب 45 دقيقه مازال المدرجات 70% فارغه، كتبقى ربع ساعه كتلقاها
عمرات كلها. شنو كيعني هذا؟ حسن التنظيم. لا حسن التنظيم. لا، كون ماتيماتيسيان في العمليه. ملي كتعمر صافي دير بان المسالك الطرقيه مؤديه الى الملعب، سلاسه الدخول، سلاسه ديال الدخول، وان الولوجيات، الدفتر ديال التحملات الولوجيات. شوف دابا بان الطريقه الملعب ديال مولاي عبد كتأدي الله، الطاق. شوف الملعب ديال مولاي عبد الله شحال ديال الاشارات ومين غتدخل، وشي كيدخل من جهه حي الفتح من لوطوروت، شي كيدخل من هنا من جهه بريستيجيا. شوف غير المداخل ديال، وراه كيبان لك العدد كتقول كيفاش، حتى كيبان لك داك الشيء غادي بواحد السرعه، وشحال ديال المراقبه الامنيه بدون ما تشعر بها انت. وكتدخل بلاتي واحد القضيه، كتدخل كتلقى الرقم ديال المقعد ديالك، الرقم ديال المقعد ديالك. هذه مهمه. والمقعد ديالك كيبقى خاوي تتجيلي، ما يجلس فيه حتى واحد، ما يجلس فيه حتى واحد. هذا جانب. لا انا الا بغيتي والجمهور من جا هذا انا القضيه بعجاله، حيت فؤاد بغى يعطي الكلمه للمستمعين. انا كصحفي رياضي، انا مع هاد اننا نبقاو متشبتين بهذه القيم ديال الجوار وديال الاخوه وديال هذه القواسم المشتركه، ولكن عن وعي بواحد الخطاب عقلاني. لانه علاش هما غادي يفشلوا؟ ونعطيك الدكتور، واش في راسك بانه من بين اخر القرارات اللي صدر النظام العسكري اصدر قرارا بمنع حتى مدرب جزائري ما يجي يخدم في المغرب، حتى لاعب جزائري ما يبقى يجي يلعب في المغرب. شوف الان فين وصلت بهم الدناءة هذا النظام العسكري. باقي نساو حاجه ما داروهاش. والله العظيم نساو حاجه ما داروهاش. المدربين ممنوع دابا الجزائري يجي يدرب في المغرب، لاعب ما يجي يلعب في المغرب. نساو ما داروش حاجه. دوك المغاربه اللي مجوجين جزائريات ولا العكس خاصهم يطلقوهم حتى هما. لا شوف راه واحد القضيه اخرى، راه غيمنعوا، راه ما كرهوش يمنعوا هما الجزائريين يجيو، راه ما صاوبوش كيديروا. حتى راه يجي جزائري غيتصدم، راه كيدور الجزائري كيبان لك تالف راه في البدايه وراه ما كيعرفوش يمشي حتى في الطريق. ومني تشوف شي واحد غادي فوق غازون مخلي الطريق عارفي جزائري. هذه باش عندنا باش تشوفي غادي تما عاد زيد ملي نزل فوطيلات ولا مشكره ولا غيره. راه هذه هي النجاحات اللي خصنا نهضروا عليها. ولكن واحد القضيه، احنا خصنا نخليو هذا الشيء ديال دول، كنهضر على خلي الجزائر، دول اخرى افريقيه. العلاقات الدوليه مبنيه على واحد جوج حوايج: القوه والمصلحه. ما كاينش فيها العاطفه، القوه والمصلحه ما كاينش فيها. حتى المغرب العلاقه ديالو مع افريقيا مبنيه على مبدا رابح. قوه والمصلحه الثنائيه، ما نكونوش بمعنى جوج حوايج. هذه اللي وهذه الجزائر داروا مخطط وغادي يديروا مخططات، بمعنى عندهم هذه المساله. وانا مأكد من واحد القضيه، ما غيجيو يديروا لا حوار لا هذه المسائل كلها ما غيديروهاش. ما صافي كيماطلوا وكيحاولوا يخلقوا مشاكل. لعنة الفشل ستلاحقهم الى الابد. لا شوف راه ما كايناش دوله. الحساد واش عمرو ربح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك. والعداء واحد القضيه خصهم يعرفوها الناس، العداء كاين قبل ما تبنى عندهم هاد الدوله العسكريه. العسكر راه لقى داك الشيء، لقى باش العداء قبل تما. رجع شوف ملي كانوا في البدايه، شوف بن بلا شنو دار، شوفوا شنو قال عبد الحفيظ بوصوف اللي قال لهم وصاهم بهذه القضيه. لان كل شيء ما كاين. شوف كنتعامل مع ما يسمى بالدوله الامه، ليطا ناسيون اللي هما دول هادو ما كايناش ما كاين حتى شي حاجه. انا نعطيك مثال بسيط، باقي كتسمع شي حاجه. شوف ديك ملي داروا الصراع معنا حنا، نبهناهم لواحد القضيه، هذيك الاسطوره ديال المليون شهيد، نبهناهم من جايه. العسكر ما بقاتش واكله عنده هذيك القضيه، وكذوبه ما بقاتش واكله عنده هاد المساله نهائيا. نبهناهم واحد المجموعه ديال الحوايج، راه العالم ما كانش كيعرفهم. حتى النهار اللي قطعوا العلاقات، الخطا اللي داروه هي ملي قطعوا العلاقات كانوا مستورين. حنا ما كانوش المغاربه بزاف كيعرفوا الجزائر كي دايره، كانوا غالطين. كاين اللي كان غلط، ترى ما كاين والو في الجزائر خصهم يعرفوها الناس. انا كنهضر لك على خبره ميدانيه، مشيت الى حدود 2009 2010. ترى وطيل كيقول لك وطيل 5 اطوال وباقي فيه السطح احمر والماء مقطوع، والناموسيه ديال الرسولات ديال القدام اللي كانت عندنا حنا في الجوطيه مابقاش كتباع تما. ماكله ما كايناش. واحد الصباح الخبز ما كاينش، كتقول لي الخبز كيقول لك نجيب لك ديك هلاليه، عرفتي ديك هلاليه مع الزبده. الحليب ما كاينش، كيعطيك قهوه كحله. راه هذا الشيء راه خصهم يعرفوه الناس، وهذا الشيء باقي كينقلوه هما تما. علاش وقعت ديك الحادثه ديال ديك الحادثه ديال الحليب والريب وداك الشيء؟ ما كيعرفوش، ما شافوش هادشي. راه كاع شافوه في المغرب، شافوا القضيه ديال الاكل. راه البارح مع هذاك المسؤول هذاك اللي
هذاك الامريكي اللي جا، هذاك الامريكي ذاك المؤثر، شي واحد امريكي، عرفتي باش كيكبوا عليه ولا لا؟ باغيين يعطيو مع هذيك قضيه التقاليد، عطيوه غسل يدو باش كيكب عليه، وبالبراد ما كيميش بين المقراج والبراد، البراد ديالها تاي مع عمرو ما كيكب ليه باش يغسل يديه. راه الصوره كاينه هذه هنايا، ما راه حتى مع من كتعامل. انا بغيت نعرف دكتور المستمعين ينادون. تفضل سير سيدي. ايوب من جديده. ايوب مرحبا. مرحبا، تحيه ليك وتحيه للضيف معكم وتحيه للمتوكل في الاشارات دوز مع المتوكل ديال الزاويات وجميع راديو مار. بارك الله فيك، تفضل ايوب. شكرا. مرحبا. انا عندي غير جوج نقاط دائما نقولهم هما المغرب، يعني الحمد لله حنا مشينا الفوق بالملك ديالنا الحمد لله. انا بعد ضغط كأيوب كنفرح باللي زدت في بلاد ملك، اللهم لك الحمد. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا كولد مدينة الجديدة، أنا كنت بغيت نقولها تنفوزوا باللقب، كنت بغيت نقول هذه اللقطة تنفوزوا باللقب، ولكن أنا نقولها الحمد لله بحال النادي. أنا أتمنى إن شاء الله ديال المونديال 2030 يصنفوا مدينة الجديدة، أنت راه ولد جديدة وعارف، يعني يصنفوها يعاودوا الهيكل العظمي ديال الملعب العادي كما داروا مولاي الحسن. مولاي الحسن كانت عنده غير فئة صغرى وشكر ردوه تبارك الله اللهم بارك. انا اتمنى من ميسي هو القجع، انا عندي ميسي اتمنى يصنفوا جديده كاس العالم. شكرا خويا مسكوت، الله يعاونكم. شكرا ايوب، شكرا. نمشي لعند انوار ومعنا الدكتور منار سليمي. ممكن انكم توضعوا عليه اسئله مباشره باش يجاوب على هذه التداعيات ديال كاس افريقيا للامم. انوار من طنجه، مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام وتحيه للدكتور منار سليمي. تفضل. اهلا وسهلا. الله يخليك، انا عندي تدخل في الشق السياسي. مادام معنا الدكتور سليمي بغينا نستغل التواجد ديالو ويعطينا توضيحات في بعض الامور. في الشق الرياضي هي مقابله في كره القدم فعلا اخترناها كيف ما كان ممكن نربحوها، مع العلم انه كان ممكن يكون واحد شويه ديال الخبز ونحتفظوا بكاس المغرب. المهم هذه غادي ندوزوها ما كاين حتى شي مشكل. في الشق السياسي كنشوفوا ان صاحب الجلاله يعني بدا واحد المجهودات كبيره باش يخلي المغرب واحد القوه اقليميه، يعني مجهودات على صعيد الوزارات الخارجيه والسياسه الخارجيه ديال المغرب باش المغرب يكون قوه اقليميه، وفعلا هو قوه اقليميه. ولكن اللي كيبان لي انا ناقص هو ان باقي المسؤولين وخصوصا يعني الاعلام الرسمي او نقول المنظومه الاعلاميه في المغرب ما كتبنيش على هذا النجاح هذا، ما كتستغلش هذا النجاح هذا باش تقول وي فعلا حنا قوه اقليميه. كيفاش ممكن اننا نبنيو على هذا النجاح؟ اننا دائما خصنا نواجهوا جميع الهجمات اللي كتجينا. من قبل كنا كنشوفوا سؤال واضح. لا نزيد نكمل كان ممكن. كنا كنشوفوا البلاطويات ديال الجزائر كيفاش كيديروا داك التحاليل وكذا، كنا كنضحكوا عليهم، ولكن في الاخير اكتشفنا انهم فعلا يعني كيف ما كنقولوا حنا ناجحين في واحد الشق كنا فاشلين. الفشل فين كاين؟ ان هذاك الاعلام الجزائري اللي كنا كنضحكوا عليه فعلا قدر انه يجيش مجموعه ديال الدول، ولا نقولوا بين قوسين جماهير فقط. اذا كيف يعقل انك تشوف الجماهير المصريه، التونسيه، الموريتانيه، الجزائريه كتخرج للشارع باش تقول ان هذه نسخه فاشله، والعالم كله كيقول انها نسخه يعني كانت ناجحه على جميع المقاييس. اذا كاين واحد الخلل. شكرا انوار، شكرا. السؤال واضح. شكرا انوار. تجاوب دابا ولا نخليو خلي حتى الاخر. يلا. رشيد من الدار البيضاء. رشيد مرحبا. تفضل يا رشيد. تحيه لك الاخ مسكوت والضيف الكريم. غير هو الى تجاوزنا الشق الرياضي، يعني الشق الرياضي فيه فوز وخساره، ولكن ما يعني احاطت بهذا النهائي من فوضى ومن يعني كنلاحظوا ان بزاف ديال الشعوب الافريقيه اللي المغرب كان واحد المرد امن لها كتضامن مع السنغال، وهنا بين قوسين افريقيا السوداء افريقيا البيضاء. لاحظنا بعض الدول العربيه كذلك هذا المنطلق ديالو هو الغيره من اللي وصل لها المغرب. ولكن احنا كمغاربه، وهذا السؤال كنطرحوا للسيد منار سليمي، واش خاصنا نبدلوا النظره ديالنا للاخر وخاصنا نعتبر اننا في جزيره ونبدلوا المنطق ديالنا في التعامل، لان المغاربه ضعيفين بزاف اكثر من القياس. واش ما كتلاحظش على ان يعني في هذه اللحظه هذه خاصنا نديروا واحد القراءه عميقه للسلوك الفرد المغربي؟ السؤال واضح.
شكرا لك. رشيد من الدار البيضاء. رشيد. طريق من الدار البيضاء. طريق. الو. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا طارق. تحية لك السي فؤاد وتحية لمنار سليمي. أنا من المتتبعين ديال الراديو ماس ومن المتتبعين حتى ديال السي الدكتور اللي حداك اللي هو منار سليمي. أهلا وسهلا. وأنا كنفتخر بأن عبد اللطيف متوكل ولد الحي ديالنا ولد دربنا. هذه من جهة. الله يرحم والديك. تلاقيتي معاه في ديك المحلبة ديال العصيرات شي مرة ولا لا؟ لا ماشي عصير وراه كيعرفني. تقول لي طارق حسين غادي يعرفني، راه اخ هو صديق الاخ ديالي اكبر مني، الله يرحمه مسكين. الله يرحمه. مرحبا سي طارق. تفضل يا سي طارق. الله يخليك. انا التدخل ديالي غادي يكون مختصر. يعني واحد النقطه كيذكرها السي عادل العماري بزاف، هي واش اننا حنا ملي كنمشيو لعند اي دوله افريقيه كنتستقبلوا وكنتعاملوا بمعامله سيئه ديما، وفي نفس الوقت كيكون الرتور عندنا. هذا الشيء راه من الفروق ومن المنتخب. ملي كيجيو لعندنا دوك الناس كنرحبوا بهم وكنهزوهم. شنو هو التفسير ديال هذا الشيء السي فؤاد؟ وشنو واش حنا كيف كنقولوا حنا تربيه الملوك، حنا مربين متخلقين كل. وانت جاوبتي دابا، انت جاوبتي هذا السؤال ديالك السي طارق. ولكن انا سي فؤاد انا معاك، نحن هما مربين، ولكن انا راه عندي انا كنشاط الراي سي عادل العماري. رحبتي بيا عندك غنرحب بك فوق من الترحيب اللي رحبتي بيا. ما رحبتيش بيا عندك ماشي غنتعامل معاك بسوء، غادي نبين لك بانني انا راه ما غنتعاملش معاك. صافي الكلام ديالك واضح طريق. شوف الكلام ديالك واضح. حنا غادي دائما نبقاو متشبتين بالقيم ديالنا وبالاخلاق ديالنا. نتمنى يتفرقوا ماشي اللي يتعامل معنا بالسيئه غنعاملوه بالسيئه.